يا ابو يعقوب سهله يوسف، ضاعت الكره. يظل اجمل يوسف، مر على الكره الخليجيه والكره العربيه والاسيويه والقاريه. الاسطوره يوسف الثنيان. عن كل يوسف في الملاعب بالتاكيد وفي المباريات. يوسف اللاعب اللي قدم السحر واللي عشق الخصوم والفرق المنافسه قبل جمهور الهلال. اللاعب يوسف ثنيان اللي لم تعد الملاعب قادره، وتحديدا الملاعب الاسيويه والملاعب العربيه قادره على اخراج لاعب بقيمه الاسطوره يوسف الثنيان. يعني لما تقول يوسف الثنيان لازم تحط فاصله ونقاط وتقلب الصفحه وبعدين تذكر يعني بقيه الاسماء. يعني نحط اسمه في صفحه الوحده. لم تنجب الجزيره العربيه لاعب مهاري بقيمه وامكانيات يوسف الثنيان. ما في مثل موهبه يوسف. والله يعني انتم لا تسالون الهلاليين، اسالوا غير الهلاليين عن يوسف الثنيان. يقول لك يوسف يا ابو عبد الله اكيد انت تعرف يوسف. يوسف حاجه ثانيه، حكايه ثانيه. انه الفيلسوف، فلسفه خاصه بقيمه ذلك النجم الكبير. الراجل لابس فانيلا رقم 15. لما تقول فانيلا رقم 15 في الهلال يعني انت تتكلم عن تاريخ وعن معنى المهاره وعن لفظ المهاره بكل معانيها. وهنا الحديث عن يوسف الثنيان. وما أدراك ما يوسف الثنيان، اللاعب اللي في الفترة الأخيرة من المواقف اللي حدثت في دولة الكويت وكنت شاهدا عليها. روبرت بيريس نجم الكرة الفرنسية، روبرت بيريس حضر في دورة الرمضان الرمضانية وأتوا ببعض المقاطع ليوسف الثنيان. تعجبوا واستعجبوا عندما سألته، قال لي يعني أسفا على هذا اللاعب الذي لم نراه. وتخيل إنه هذا الراجل بيريس اللي تعجب جاور من؟ جاور زين الدين زيدان، جاور إيريك تير هنري، جاور دينيس بيركام الهولندي الكبير، جاور عظماء كرة القدم، واستعجب وذهل من مهارات يوسف الثنيان. اللاعب الذي إن كان في عرف كرة القدم هناك دقيقة حداد على المفقودين، فوجب لجماهير الهلال أن تطلق العزاء على فقد هذا اللاعب للملاعب. ونحن كعشاق للمتعة على مهارات كانت عصية، بل كان في كل صبح وعشية ننتظر هذه الموهبة الهلالية. اسمع، هو حرم لو قوي ضلع نلعب في كاس العالم 94. اتحدى لم يكن من افضل 11 لاعب في كاس العالم. كلام في تاريخ كرة القدم كلها. ما انكر هذا، ما انكره كلامك كفرديه. ابو احمد كلامك صحيح، احنا معاك. نقول ثنيان ما شاء الله لا اله الا الله، الله يطول بعمره ان شاء الله. هو الاول بالسعوديه بدون نقاش، هو الاول بالسعوديه بدون نقاش. قارن لما نقول ميسي ونجيب له مثلا ثنيان ميسي، ونجيب زيدان ونجيب كذا منو ميسي فيهم؟ مثلا انا ارى ميسي منو مهارات ميسي ثنيان. اذا رجعنا الى اللاعبين الكبار نقول طبعا لا نريد ان نمثل شيء ولكن يستحق التمثيل. يعني سمعنا في بيليه طلع، وسمعنا في مارادونا طلع، وسمعنا في لاعب محلي، في لاعب دولي اسمه يوسف، لانه يتدرب مثل ما يتدرب باقي اللاعبين. الجرعة التدريبية اللي ياخذها نفس الجرعة اللي ياخذها بقية اللاعبين، ولكن البروز بروز آخر. ليس كارلوس ألبرتو بيريرا مثلا في الكأس الذهبية في استراليا عام 88 قال أنه يوسف الثنيان لو كان في البرازيل لأصبح من اللاعبين الأساسيين اللي يلعبون في المنتخب البرازيلي، وهو اعتبر يوسف الثنيان اللاعب الأول في المنتخب وحوله. وجهة نظري بتكلم عن لاعب واحد، انا اقول له انه يوسف الثنيان. يوسف الثنيان هو من وجهة نظرك هو الأسطورة. لاعب سابق أسطورة طبعا. أنا يعني ممكن لاعب ذا ما حد يختلف إنه يقول مو بأسطورة، أسطورة. الصحيح إن لا أحد يقارن بيوسف الثنيان، لا ماجد ولا سامي ولا غيره. يوسف الثنيان هو اللي يوسف هو الحالة الاستثنائية فقط. يا رجال يوسف الثنيان من كوكب آخر ما يقارن. أسطورتي الحقيقية في الكرة السعودية عامة ما عندي إلا شخص واحد هو يوسف الثنيان. أعطيك ليه؟ ليس ماجد عبد الله. أعطيك ليه؟ لأني أنا لعبت مع ماجد ولعبت مع يوسف، فأعرف حجم المهارة وحجم الموجودة. يوسف أجمل وصف اللي يقول لك
بلاي ستيشن وجد في زمن الأتاري. هذا أفضل وصف. إذا ذكرت المهارة لابد أن يتصدر هو الحديث، لابد أن يكون سيد المهارة وأبوها ومصدرها لكل العالم. لا تستغربوا إنه سعودي من هذه الأرض. سيد المهارة في كرة القدم السعودية يوسف عثنيان. أنا بصراحة مهما تحدثت في الكابتن يوسف يعني الآن بدون مجاملات أظل يعني عاجز عن وصف إمكانيات هذا اللاعب، وبصراحة وبكل يعني تجرد من العواطف ومن الميول. قد يغضب هذا البعض وقد يفرح البعض، ولكن هذه من وجهة نظر الشخصية لمحمد عبد الجواد من حكم معاشرة للاعب خلال سنوات عديدة وعن قرب. يوسف الثنيان هو أفضل لاعب سعودي على الإطلاق أنجبته الكرة السعودية. ترسانة مهارات عالية جدا لم نشاهدها ولن نشاهدها إلا متأخرة، يعني يمكن يكون بعد كمان 50 سنة. الرجل هذا يملك من المهارات الشيء الكثير، وهو أفضل لاعب كرة قدم أنجبته المملكة العربية السعودية. وللأسف الشديد أنا أقولها للمرة الرابعة، للأسف الشديد لم يأخذ حقه إعلان. يوسف ثنيان فيلسوف الكرة السعودية، ويعني صاحب النظرة الخاصة. يجيبون لقطات زيزو وزيدان، ويجيبون لقطات رونالدينهو، يجيبون ده ما عملها قبل، ما يدرون يوسف سويها قبل. في لقطة رونالدينهو مسويها في 84. يوسف ثنيان لو انه طلع في العصر الحديث الان، انا في نظري كان لازم يوقع عقدين موبايل، لانه من اعظم لاعبين العالم. الحقيقه لا نقول هذا كلام لانه ابن الهلال وانه لا والله يملك شيء خرافي. خذ المدربين طال عمرك اللي يوريهم لقطاته يقولوا نفس كلام الامير بن. نعم. تذكر بس مع الامير عبد الرحمن من جاء فالنسيا شافوا شريط يوسف ثنيان، انبهروا انه في لاعب يعني من هالسنين بهالامكانيات. صحيح. فكانوا منبهرين لما شافوا امكانياته. فهو لاعب يعني لا يمكن يتكرر بمهاراته. كما يتشرف الآن الأستاذ عبد العزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق وكابتن فريق نادي الاتفاق صالح خليفة بالسلام على خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، واستلام الميداليات الفضية بمناسبة حصول فريق نادي الاتفاق. طبعا الاخ يوسف ثنيان اعتقد ماده الواحد يقدر يتكلم فيها بالراحه صح عن انجازاته وعمله نادر الملاعب. نعم. وطبعا من الصعوبه ان تلقى صانع العاب يقول حق المهاجم دربك سمح بس قول، يعطي الكره بالراحه، يعني اسلوب يعني كبير، مهاره عاليه كصانع العاب نادر وجوده في العالم العربي، العالم حتى بالكره الاوروبيه تلقى نادر واحد يسلم مهاجم كرة سهلة للتسجيل. نعم. والأهم هذا كله طبعا هو إذا عجز الفريق عن تسجيل الأهداف هو يقوم يسجل الأهداف. فلاعب صعب إنك يعني تتعامل معه بملعب كخصم. ولاعب نادر ما تلقى مثله بملعب كصانع ألعاب وهداف. يشكوا لي منه وايد اللاعبين بنحاول نمسكه ما نقدر. نشوفه يمين راح شمال. فطبعا صعب التعامل مع لاعب يوسف نجم. النجم هو اللي يغير الملعب النتيجه باي لحظه، فهذا صعب تلقاه في الوقت الحاضر. تمرنت وياه كان تمرين بسيط، فناداني جاسم قال لي ابيك بس تقطع قدام هذا راح تلقى الكره قدامك. انا كنت قاعد يسولف وياه، انا اقول بيني وبين نفسي صدق هذا يعني كذي يعني شنو اقطع يعني بالفعل قطعت بين الدفاعات والله الكره قدامي انا والجول. فكان يعني امانه لو تقول له روح ورا المدرج والعب كره انا ورا المدرج وهو داخل الملعب يعطيك الكره عند ريلك الله ما في روح تعال. مباراة اهلي كانت كورنر لنا ركنيه، فناداني يوسف ما ساعه ناداني يوسف عند كنا واقفين برا منطقه الجزاء، ناداني يوسف قال لي شوف ريت الكره اركب وياك اثنين وياك ثلاثه وياك اربعه اركب. سبحان الله نفس الركنيه يضحك يوسف برا 18 فعلى طول ركبت انا وكان زحمه. تخيل انت
يعني ضربه ركنيه ايش كثر لاعبين في المنطقه صحيح كان زحمه فرفعها يوسف بريرة ورفعها فوق الدفاع واللاعبين كلهم، لقيت نفس الكره طايحه قدامي وانا قدام المرمى. اذكر شتها ببطن الحارس بس كان ما انتهى اللقطه يعني لان قبلها ب5 ثواني كان قايل لي ارسل وياك كميه لاعب. الدائره ليوسف ثنيان. يوسف مقطوعه كرته الى يوسف مره اخرى، يمرر سريع على احمد باجة، فرصه للهلال، جول يحلو اللعب ان شاء الله، سيبعد الشبابيين عن التعادل وسيجد الهلال. يوسف ثنيان يحاول يعدي بتمرير البشار، هجمه خطيره الان، هجمه خطيره يعدي من المرمى لفريق الهلال. وشوف التمريره الجيده والوضع الممتاز من يوسف ثنيان. لم يجد ناحيه الثنيان على الجهه اليسرى، يراوغ الاول، لا يبقى الكره عنده، ماذا سيفعل؟ يحاول الدخول، بالفعل يدخل ويمرر الكره بينيه مره اخرى وثالث. روعه من الثنيان، لم يتمكن من فعل اي شيء لان الدوسري كان اسرع. يوسف ثنيان يلعبها لماجد عبد الله بالدقيقة وبالمقياس بالورقة والمسطرة والقلم، وماجد يحطها على في أول هدف في مرمى أحمد رباح. يوسف ثنيان من اليمين بيحاول يجتاز، مراوغ جيد يوسف ثنيان، مراوغ جيد، ادفعها عرضية وفي المرمى هدف، يسجل من كرة يوسف الثنيان الذهبية هدف الرائع. نعم كرة يوسف الثنيان الذهبية استثمرها ماجد برأسه. الهلال الهجمات مرتده للثنيان، يلعب ناحيه اليسار، يمنى واحده يسرى وبالتالي يعصب وبالفعل عطى اثنين وكرة اللعب وتوصل الى مسنداو، حتى جول. شوفوا الاعاده، شوفوا الاعاده، شوف الكره ثابته لعبت ثنيان لاعبها يوسف ثنيان لاعبها، شوف موسنداو بيهيئها لنفسه وبيحطها داخل مرمى. في قبل الفاصل قلت هناك كثيرون يتفقون على أن موهبة يوسف الثنيان هي أعظم موهبة في تاريخ الكرة السعودية. وأذكر في مناسبة سابقة قديمة المعلق السابق أكرم صالح عليه رحمة الله أتى في يوم من الأيام إلى الإذاعة السعودية وتحدث عن تدريب الهلال، تدريب الناشئين في الهلال. قال أنا شاهدت موهبة اليوم لم أشاهد مثلها في بريطانيا خلال عمله مع الBBC هيئة الإذاعة البريطانية في سنوات سابقة طويلة، طبعا هو أمضى تعرف أكثر من 20 سنة هناك. لم أشاهد مثل هذه الموهبة في أندية كبيرة كمانشستر يونايتد أو أرسنال. فعندما سئل عن اسم اللاعب قال ثنيان، ما أقدر لم يستطع أن ينطق الاسم أو يقوله بشكل صحيح، ثنيان أو ثنيان. فماذا تقول في هذا بعيدا عن التواضع؟ والله طبعا أنا أذكر أكرم معلق لنا مباراة أمام الرياض في ملعب نادي الشباب. نعم. وفي طبعا مباراة غيرها لكن ما أتذكر لها هذه بالطبع. طبعا هو رحمة الله عليه معلق يعني كبير جدا، وكلامه لما يجي من معلق مثل هذا يعني الواحد يعتز بالكلام الطيب. نعم. لكن لو جانا في بريطانيا كان في عندنا معسكر في بريطانيا أذكرها بس ما أذكر عام كم، ولعبنا ضد فرق بريطانية هناك، وكان طبعا المسؤول عن الفريق الأخ العزيز سلطان بن نصيب مدير الكرة كان. هناك لعبنا مباريات، فقال لي يوسف في أحد المدربين طلب أنه يكون تحترف، ما كان عندنا نظام احتراف، فقفلنا الموضوع من بدري يعني. لكن يعني أنا جيت في آخر الاحتراف عندنا هنا في المملكة، يعني كنت أنا أتصور إنه لو كان نظام الاحتراف موجود يعني كان في الأيام دي وكان سني الآن صغير. ما زلت شباب يوسف؟ لا أنا أكلمك كلاعب طبعا، شغلني الشباب.
يعني اتوقع ان شاء الله ان الواحد ممكن يحترف يجرب بغض النظر عن المادة على فكرة. نعم. لكن تخيل انك لاعب سعودي تحترف خارج المملكة. في بريطانيا مثلا. ايوه في بريطانيا او في اسبانيا لاعب السعودي. يعني شوف شكلها حلو تكون يعني. اكيد. Substitution not for the words I told Youssef Tanayan, Youssef, now you must show and you must prove why few years ago Real Madrid want him. As you know, in that time the Saudi players could not play outside, but Real Madrid, they saw him to play and they want to invite him. So prove now for everybody. يحاول يسدد، لعبها يوسف جميلة، الله اقدر اقول ان شاء الله انها جول، جول وقد جاب مثلها في مرمى المنتخب الكويتي، الله لا تنصد ولا تنرد، واهداف حلوة ما تنعد، وهذا الثاني من ابو يعقوب، تسلم والله تسلم. يوسف يلعبها، يوسف يسدد، جول ثنيان يسدد، يلعب كرة يوسف تمر، جول! التهيؤ البسيط، لعبها جميلة نشيل عنك الباقي، خدع الحارس، خدع الجمهور، خدع هادم، يعني لم تمكن مضحي الدوسري حتى انه يقرب الكرة الا في المرمى. 1-1. الكويتية ما تنسى السيارة، وراح نشوف يوسف الهدف، وفي الدقيقة 7 من زمن الوقت بدل الضايع. توقع ما يفعل، يلعب كرة أرضية تمر أمام المرمى، الله سبحان مغير الأحوال. باولو سيزار، الثنيان يسدد، أرضية قوية حلوة، تتعدى مجموعة كبيرة من المدافعين. صالح الهلال، يوسف ثنيان يسدد، هدف حلو، وواحد منهم يوسف ثنيان، شوف إعادة لها بالبطيء. فيك ثنيان، هي دي ثنيان، على اساس ان الضيع بيحطها بكل ثقه وبكل خبره في المرمى، واثنين حطها يوسف ثنيان. شوط سعيد يطلع لفوق يسيبوها تحت المرمى، شايع النفيسه، بيجي شايع النفيسه بلمه، شايع الثنيان يوسف بلمه، وصوف جاء المرمى، وهدف، الله اكبر. الان 3-5-2 اللاعب داخل منطقه الجزاء، التمارة وحط المرمى، وهي دي الله بعد دخول الثنيان. اهي شوفوها هدف جميل من الثنيان، وفي المرمى، و2-1. اللاعب هجم المنتخب خالد يمرر للثنيان داخل منطقة الجزاء، يحاول يحطها المرمى، هي دي اللاعب المرمى، هي دي الثنيان يحطها من تحت الكوبري الصيني، المرمى اوتو لانجو يسجل الهدف الرابع. غطوه خالد مسعد ينفذ الخطأ، تحت الراس، يا سلام، شوفوا خالد مسعد وشوفوا الراس الثنياني هذا. ومع ابراهيم ايضا يلعب كرة خطرة باتجاه للمرمى، شوف بعد باصل جيد من المراوغة لابراهيم السويد، هنا ويرجع الصناعة، يحاول ان الهلال السعودي يسددها يلعب داخل الجزاء، فيصل اشرف يلعبها حلوة لفيصل بزيوت محمد عبد الله، تتلعب وراه للثنيان، يحاول يهدف بشوط المرمى قوي،
خبرة من بقية الزملاء. الأسطورة الهلالية والعربية والآسيوية يوسف النيار، لاعب اللي ضغط مثل على الحديث عنه نهائيا. الله على يوسف النيار، الله على ابو يعقوب، لاعب يوجد نظري كانت في الغرب في الخطأ، كانت غلبة وصول لكل أمريكا اللاتينية. أسطورة سعودية بحق وحقيقة، نجم من الصعب على قارة آسيا أن نريد لاعب بتلك المهارة. لهذال لعبت عدى يوسف ثنيان من واحد. هذه إعادة للكرة اللي بذل فيها مجهود طيب جدا ورائع اللي هو يوسف. يلعب على التخيفي ويوسف ثنيان التخيفي. أدى لعبها ليوسف ويخش التخيفي ويبكعها برجله كرة حلوة وجميلة. سمير هلال وثنيان ماخذ خانها، وسمير هلال وثنيان يا حلو يا ثنيان يا ثقيل. يروح اليوسف، يحاول يوسف، يعدي من واحد، كرة معاه، مهارة فردية من يوسف، يعدي من اثنين وثلاثة وماشي داخل يوسف ويطلع ينقلها ناحية يوسف ثنيان، حطها يوسف، حاول يسيطر على الكرة، فعلا يسيطر على الكرة، يعدي يوسف، حاول يعدي يعكس كرة عرضية، جول! مطلوبة في مثل مركز محمد الدعيع، والثنيان بيمر الأول، بيمر ثنيان يحاول يعدي من جونيور ويعدي أيضا من فيصل سيف ويحاول نقل الكرة جهة اليسار، لا يزال مسيطر ثنيان على الكرة، وسط مراقبة من لاعب النصر، المسعري يلعبها تجاه يوسف ثنيان، يوسف بالكعب لسامي الحارثي يخلص كرته، تعود ملعوبة لصالح نصيب المدافعين، كرة ملعوبة لحسين المسعري، يوسف ثنيان يحاول يعدي يوسف من جونيور، يعدي بالفعل، ولاحظ اليوم قلة عطاء جونيور ولا أدري ما السبب، كرة يعدي فيها تركي أو يوسف يلعبها ليوسف ثنيان. يلعبها ليوسف ثنيان. أخيرا يوسف ثنيان يعدي من واحد ومن اثنين ويمشي وثلاثة. فهد يحاول يلعب كرة عرضية وتلعب خلفية وجميلة من مهاجم بالعرض لي طارق العواضي، ما يحصلها يوسف ثنيان بكعبه طارق العواضي اللي منطلق من جهة اساس انه بيحاول انه يخرج المنتخب السعودي ويسجل نتيجة فيه. يا سلام، لعبة حلوة من يوسف ثنيان، بيمر بكل براعة. لعبها للأمام تنقطع، توصل يوسف ثنيان. يا ولد عليك. ايوه لعيب يعني، لو ما وصلت لكنها لعيب، لو ما وصلت هو لعيب كبير هذا يوسف. سميات صفوق للامام للثنيان، حلوه يوسف للتيماوي ليوسف. حصل على يوسف الثنيان، كرة مع يوسف، عدي من واحد والثاني وماشي والثالث برضه الكرة مع يوسف يلعبها حلوة. بين فهد وبين البيشي، قطعها البيشي ويلعبها ثنيان لليوسف بصدره تمريرة حلوة. البيشي ويلعبها ثنيان لليوسف بصدره تمريرة حلوة. ثنيان يلعبها بالكعب لعبد الله البرقان وتطلع خالد. يلعبها ليوسف ثنيان، اللي راح اليمين، عدي يوسف ثنيان وماشي برضه الكرة مع يوسف، يعدي داخل يوسف، كرة خطرة وفوق ناحية المرمى، وترجع عبد الله الدعيع، يعدي منتصف الملعب لثنيان يوسف ثنيان يحصلها مرة ثانية، ولسه كرة مع يوسف ثنيان يلعبها بالعرض في الجول. الحياة تنفذ على كل بعض المشاريع، وهذا مسميح لمثل ثنيان عبد الله الصالح يخليها لثنيان، وثنيان يحاول يعدي لحية عمر الحامدي تنقطع، لكنه بياخدها يوسف ثنيان وبيموه. بيتابعها يوسف، قطع الخط ويمشي فيها ويتحرك فيها بمنتهى الرشاقة. عبد الرحمن
بيلمها يوسف الثنيان وبيحاول. لسه الكرة معاه، لسه الكرة معاه، هيعدي منه. نيان بيعدي، نيان ومعاه اليسار ريان يعدي. هدف منطقة الجزاء إلى ضربة ركنية. تلعب وحلوة. يا سلام يا رايح يا ثنيان، يا سلام يا رايح يا ثنيان. يلعب الكرة لخالد، يلعبها ليوسف ثنيان، يعدي يوسف ويقود هجمة هلالية. يوسف يحاول يعدي أيضا من أكثر من لاعب من الاتحاد، تغطية اتحادية. يوسف بمهارة رائعة جدا. يوسف ثنيان مع أحمد جميل، يوسف وأحمد يحاول يعدي يوسف، يعدي أيضا وفحص جميل جدا من يوسف لأحمد جميل والكرة إلى خارج الملعب. خسفلها يوسف مر بين اثنين وداخل بيجري وقدامه باسم بيتراجع، بيعدي يوسف ولكنه بينزلق. برافو يوسف، بيعدي من واحد من اثنين، هيعدي بتمريره. خطرة حاول يعكس يوسف ثنيان وهو طايح في الارض. يلعبها ليوسف ثنيان، يوسف يلعب قدام يوسف ثنيان، يستلم الكرة منه مع رياض الاحمري. ماشي يوسف ثنيان، يوسف ثنيان مهارات عالية جدا. شوف اللاعب، شوف هذا مصيبح يعكس كرة عالية ويبعدوها. الله يا سلام يا يوسف المشاري، هو الجول يا سلام يا علاء يا يوسف ثنيان حاول يعدي يوسف، ماشي يوسف أكثر من واحد، يعدي يلعبها لسامي ليوسف تبيح طويلة. يوسف ثنيان بالكعب، حركة حلوة يشيل. خايف يلعبها ليوسف، بيجري مع رياض، يمر منه خطأ على رياض تقريبا، واعطى فرصه لخالد مسعد او في خالد مسعد في منطقه الظهير الايسر. يوسف ثنيان يعدي يوسف، بتتعب معايا وبران، ما شاء الله تتعب معايا وبران، شدها وبران، يعدي ايضا من الثاني. حلوه ابو يعقوب، حلوه والله حلوه. تلعب في النص، ثنيان لعبها مره ثانيه، كره معه بيحاول ثنيان، كره معه في الارض وبيحاول فاول. حمد لاعب البرتغال، حقيقه لاعب البرتغالي على ذاتنا. يوسف ثنيان رقصه واحده يمنى واحده يسرى في الدوري والكأس في البرتغال. اذا تاريخ حافل. فريق نادي الهلال السعودي اعتقد ان نتيجه جيده جدا حققها، وهذا يوسف ثنيان يراوغ. يمرر علي يوسف ثنيان، يوسف يحاول يعدي يوسف من الثاني ويعدي ايضا من الثالث، حاول يمرر يوسف وهجمه خطره للهلال واعاقه خطره ايضا للهلال. يوسف ثنيان كرة مخطوفة مرتدة. العواضي للثنيان يوسف. بندر سرور، يلا يا بندر يوسف ثنيان مع لورنزو يموه يوسف. يا سلام يوسف، يا حلاوه، يمسك لورنزو يمر ويلعبها حلوه العمر محشوين في اليمين جدا. يوسف ثنيان بيراوغ يمر من الحمري لكن يغطيه اكثر. هذا يوسف ثنيان بيهاجم من رياض الاحمري، يمر منه يجيب ثنيان. عبد الله برضه بيحاول معاه ويجتهد عبد الله ثنيان. يلعبها للثنيان، يستلم الثنيان، ماشي الثنيان، مرة طويلة لحد الثنيان يوسف، ياخذها الثنيان يوسف، ماشي بيها. يوسف الثنيان بالكعب، يوسف الثنيان بالكعب. ثنيان بيعدي ثنيان ناحية اليمين، يحكمه وفي المرمى إلى ثنيان لاعب أمامي ناحية عبد الله صالح اللي بيحاول يعتاد. ثنيان يحاول يعدي فعلا، يمر يحاول يعكس، كرة معكوسة وترجع مرة ثانية. لعب كرة ناحية اليمين يوسف ثنيان، كرة حلوة، يوسف ثنيان بيعدي وبيمر ضغط النزاع